السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة جيدة واسعد حال. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا ايمانكم شهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. حبايبي اوعوا تنسوا تودعوا السنة وتستقبلوا السنة الجديدة إلا لما تذكروا الله. اذكروا الله، اقروا أذكار الصباح والمساء، اقروا قرآن كتير، صلوا صلاة التهجد، اكثروا من الاستغفار، اكثروا من الحوقلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها تغير من حال إلى حال. كل سنة وانتم طيبين، لعل تكون السنة ديت سنة سعيدة وكويسة. يعني نتمنى كل مشاكلنا تتحل، نتمنى كل حد يتمنى حاجة ربنا ينولها له يا رب. بس صدقوني مفيش احسن من ان احنا نقرا قرآن كتير ونذكر الله ونصلي في وداع السنة واستقبال السنة الجديدة. كل سنة وانتم طيبين وبخير وطيبين دايما يا حبايبي. حبايبي هشكركم، هشكر حبايبي اللي معايا، هشكر كل عيلتي اللي معايا، هشكر كل اللي نوروني، هشكر كل تعليق حلو جميل وكومنت. اتمنى عيلتي تكبر اكتر واكتر. حبايبي وناسي وعيلتي. النهاردة عايزة اكلمكم عن قصة راقصة، ايوه بامبا قشر. يعني اقول لكم عليها. بامبا قشر دي كان والدها مشجعها على الرقص، وكان بيقول لها وهي بترقص يا بامبا قشر يا لوز مقشر. كانت بتشتهر وتلقب براقصة الملوك. ما كانش حد بيجي يتفرج عليها الا الملوك والاثرياء والتجار وكبارات البلد، يعني اللي هم الاثرياء من البلاد والبلدان الاخرى كانوا بيجوا يتفرجوا عليها. بامبا قشر دي من كتر يعني في كان عندها، كان لدرجة ان هم بيتجننوا عشان حبهم فيها، كان جاي لهم هوس بيها. وكانوا كانوا في حد بيقال ان هو كان مجنون بيها، وتزوجها ثري تاجر كبير. ولدرجة من حبه فيها جاب لها حنطور من بلد اوروبي مكتوب عليها حروفها. ما استمرتش الحياة معاه، والى ان تزوجت من اخر ثري من بلد من قرى مصر، ثري كبير قوي زي ما بيقولوا عندنا كبارات البلد، يعني حد يعني زي عمدة كده. تزوجها واهداها 60 فدان من حبه فيها. كان الناس مهووس بها. بيقول عنها ان هي من كتر ما كانت ثرية وعندها الغنى فاحش، كانت بيقولوا ان هي والعياذ بالله بتشرب الخيل عندها بالخمر. ربنا يرحمها ويعفو عنها ويغفر لها. حبايبي ولدرجة ان هي لقبت بملكة جمال مصر سنة 1880. بيقال ان هي كانت فعلا يعني جننت يعني اثرياء ورجال كتير. كان في الوقت ده في مصر في الزمن ده سنة 1880 كانت ان الست كانت بتتسم بالجمال فيها ان حواجبها ملتصقة. طب شوفوا الراقصة دي اللي جننت كتير من الاثرياء، وشوفوا ازاي ان هي كانت ربنا يغفر لها ويرحمها. انا حكيت لكم قصة الراقصة ديت. حبيت اعرفكم. حبايبي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوا تصلوا على الحبيب. السلام عليكم.